ليش أغلب قصص الحب فاشلة ما تكتمل بالزواج؟ سؤالك حلو. الأحلى الكل يسأل نفس السؤال، لكن ركزوا معي، نحن في بودكاست قصة وشاي نشرب الشاي ونسمع القصص، مش سؤال وجواب. مع ذلك بجاوبك من منظوري أنا ورأيي. خليني أقول لك مش كل القصص تفشل، لكن الكثير منها ما تكتمل. أحيانا تكون بأسباب خاصة في العائلتين، والأهم من هذا وايد منهم لما يبدون بأي علاقة يخلونها علاقة مثالية أو يريدون علاقة تشبه الأفلام والمسلسلات، وطبعا هذا مستحيل. هني يبدأ الإحباط ويبدأ الفتور، أو مرات يكون واحد من الطرفين مشغول مع العائلة أو الدراسة أو الشغل، مع أنه يكون في حبس وصادق، لكن من ضغط الظروف تفشل العلاقة. وأحيانا يمكن تحب ومن الخاطئ، لكن شخصياتكم وأهدافكم وأمنياتكم مختلفة. الحب بروحه ما يكفي عشان تكتمل العلاقة. وأوه، هذا أصعب سبب بالنسبة لي، وهو الكتمان. يكون في خاطرك كلام ومشاعر، لكن تكتم هني الطرف الثاني مستحيل يفهم، تتراكم المشاكل لين تكبر. وأحيانا يكون التعامل مع المشاعر ما تعرف تتعامل مع مشاعرك. نقدر نقول بالطريقة الصحيحة توجيه المشاعر، مثل ما قلنا، الأهل والمجتمع اللي نحن عايشين فيه، والعلاقة تنتهي لأنها ما كانت مناسبة من الأساس، مش لأنها ما كانت صادقة. وأحيانا العلاقة اللي ما كملت هي اللي تعلمك أكثر شيء عن نفسك وتخليك تراجع نفسك في كل شيء. ومن رأيي الحب ينجح لما يكون في نضج وتوافق وجهد من الطرفين، مش بس مشاعر، لأن لازم الطرفين يبذلون جهد عشان تكتمل العلاقة وما تفشل. إذا العلاقة بدأت باندفاع وشغف، مع مرور الأيام بتقل حالها حال أي شيء بدأ بقوة. والأغلب يعتمد على الإحساس، وعند أول خلاف يتركون بعض وما تعلموا على حل هذا الخلاف، أو أنهم اكتشفوا متأخر أنهم مش مناسبين لبعض بعد ما يفوت القطار. من رأيي إذا تريدين العلاقة تكتمل، لا تخبرين أي حد عنها، خلوها بينكم وتشاركوا في كل شيء مع بعض. ومثل ما قلت لك، هذا رأيي، لا تعتمدينه. والحين نشرب الشاي.